السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بالف صحه وخير، وفيديو جديد مع لاعب جديد منتقل حديثا لباير ليفركوزن. ايوه، اللاعب الجزائري الدولي ابراهيم مازا. مازا ده بقى يعني ايه؟ مميز، ليه مميزات. مازا يعني جميل، جذاب، كل حاجه حلوه هتشوفها في الفيديو ده. ابراهيم مازا 24 نوفمبر 2005. ايوه 2005، 19 سنه يا جدعان، 19 سنه. طوله متر و80 سنتي. بيلعب مهاجم وصانع العاب. بيلعب حاليا في هيرتا برلين وبيلبس رقم 10. بدأ مسيرته في أكاديمية نادي ريكندروفر فوشيس، ثم انضم لأكاديمية هيرتا برلين في عام 2018، ووقع أول عقد احترافي مع هيرتا برلين في إبريل 2023، وشارك لأول مرة في الدوري الألماني ضد بايرن ميونخ في 30/4/2023. يعني أول ماتش ليه ضد بايرن ميونخ، يا لهوي أنا على الشخصية. لعب 2025 2024 الموسم ده، لعب 24 مباراة، جاب 7 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة. عشان كده كل الناس عايزينه، وعشان كده اللي قدر يستحوذ عليه هو باير ليفركوزن. المسيرة الدولية، لعب مع منتخب ألمانيا تحت 18 سنة و19 سنة و20 سنة، وكمان دلوقتي حاليا بيلعب في 2024 شهر أكتوبر لعب منتخب الجزائر الكبير، وشارك لأول مرة في تصفيات الأمم الأفريقية 2025 ضد منتخب توجو. اللاعب ده ايه مميزاته قبل ما نخش على الفيديو؟ الرؤية والتمرير، التسديد، يتحكم في الكورة، عنده رجل مرزبة صواريخ. هنشوف دلوقتي ونتفرج مع بعض. يلا بينا، مش عايزين كلام كتير. قبل ما نبدأ ما تنساش لايك للفيديو، اشتراك في القناة، وفعل زر الجرس عشان يوصلك فيديوهات جديدة، واهم حاجة تعمل شير شير شير، ادعي لاخواتنا في غزة، وما تنساش الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاة والسلام. يلا بينا. هنتفرج دلوقتي مع بعض على ابراهيم مازا يا جدعان، وده فيديو جميل جدا ان شاء الله يعجبكم. يلا بقى نتفرج بقى ونشوف بقى ايه مميزات اللاعب ومهاراته وقوته. بس قبل ما اتفرج معاكم، انا اللاعب ده اتفرجت عليه، بصيت عليه على قوته الجسمانيه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، اللاعب قوي جسمانيا بطريقه لا تصدق حرفيا. يعني دلوقتي هشوف معاه، يا ولد يا ولد يا ولد يا ابن اللعيبه. طبعا احنا عارفين اللاعب بيلبس رقم 10 مع الفريق هيرتا برلين، بيلبس رقم 10 وهو لسه عنده 19 سنه يا جدعان. انتوا متخيلين؟ بص بقى على قوته الجسمانيه، قوي جدا يا جدعان. ده اللي مميزه ومخلي كل الانديه عايزاه، وعارفين ان هو هيتطور وهيبقى حاجه جامده. قوته الجسمانيه بوم، شوف حتى قوته الجسمانيه مساعداه في التسديدات، صواريخ صواريخ يا جدعان. اللاعب واثق من نفسه، ما بيخافش حد، ما بيهابش حد برغم سنه الصغير، لكن اللاعب جامد قوي 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 قوي. يعني اتفرج كده معايا، بص بص، شوف العرضيه دي يا ولد، شوف العرضيه بالمقاس. هتعمل ايه بقى؟ هتعمل ايه؟ بوم، يا نهار ابيض، صاروخ. لا 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 لا، عيد الجون ده تاني، عيد الجون ده تاني، عيده تاني، عيده تاني، عيد الجون ده تاني. الجون ده لازم يتعاد مرة واثنين وثلاثة. يا نهار ابيض، بوم. ايه ده؟ ده خرم ايد الحارس وخرم الشبكة، ده خرم ايد الحارس وخرم الشبكة. يا نهار ابيض يا لعيب. حلو 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 بقى، هيشوط تاني ولا ايه؟ نهار ابيض. ايه ده هدف ارتوب بيس ده ولا ايه؟ ده هدف ارتوب بيس. يا نهار ابيض، الواد حاططها ارتو زي ما بيلعب بيس 19، والمصحف اجوان بيس 19 دي تكسر وتحطها في البعيده هناك ارتو ارضي. يا نهار ابيض يا جدعان، قوي قوي ما شاء الله ما شاء الله. انا اللي عاجبني فيه واللي خلاني اصلا اعمل فيديو عنه، وعارف ومتاكد ان اللاعب ده هيكون حاجه جامده، قوته الجسمانيه قوي جدا ما شاء الله يعني. يا سلام يا سلام يا ولد على الثقة، يا ولد على الثقة. شفت المهارة؟ الله الله يا حريف. هشوف هيقوم، قلت لكم يا جدعان قوي. هيقوم عادي ومفيش أي حاجة هتحصل عادي، وهيكمل عادي. يا ولد نوقف بس عشان بتاع الروبابيكي. نكمل يا جدعان. بتاع الروبابيكي مش، الحمد لله نكمل. يا ولد يا ولد، مش هيرحم جون على طول من غير ما ابص، مش هيرحم جون، مش هيرحم حد. روح 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 يا سريع يا قوي يا لعيب. يا ولد ايه يا جدعان ده؟ وعنده حته حلوه قوي، يعني بياخد اللعبه على الثابته بطريقه، جسمه لين قوي، مش عارف ازاي يعني. برغم ان هو قوي بس جسمه لين لين، يعني بياخد اللعبه على الثابته، مش عارف بيعملها ازاي. ده حلو قوي دي، ما بيعملهاش غير لاعب او لاعبين اتنين في العالم كله. يعني زي بدري كده، يعني اللاعب مثلا هو بيجري بالكوره، يقوم جاي واخد اللعبه على الناحيه التانيه على الثابته بتاعته، مش عارف بيعملها ازاي. يعني ما بيعملش اللي احنا فاهمينه، ان هو هياخد الكوره هيطولها هيجري بيها، هيفضل ماشي في المسار بتاعه ويعمل فينت كده، لا، ده بياخده على الناحيه التانيه خالص. يا لهوي، عمل اسيست، حرام عليك يا جدع، ده الاسيست بالمقاس.
شوف بيعمل ايه، شوف بيعمل ايه، يا نهار ابيض يا نهار ابيض. يا جدعان واخد اهو، شوف دي اللي بكلمكم فيها، دي الحته اللي بكلمكم فيها، تحس ان هو هيجري طوال يقوم جاي كسر على طول زي بدري كده بالظبط. ده المعتاد، ده المعتاد العادي بقى اللي بكلمكم عليه، لكن اللي مش عادي بقى ان هو جاي عامل واخده الناحيه التانيه على الثابته كده. حلو الجون ده برضه، حلو الجون ده، ارتو عالمي. يا ولد على الرؤيه، يا ولد على الرؤيه، يا ولد يا ولد. اسيست حلو ولا ايه؟ جون، اسيست جون فعلا، جون جون يبقى اسيست. حلو 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 يا ولد على اللي جاي من ورا، ازاي بيضيعوا الفرص دي كلها؟ شوف بقى ده اللي بقول لك عليه، ده بدري بقى، ده حتت بدري بقى. يا ولد يا ولد يا ولد يا جدعان، والله العظيم نفس ستايل بدري، مع قوة محمد صلاح، مع سرعة، مع لياقة، واخد كل حاجة ما شاء الله. وبرغم ان هو مش مثلا مش طويل القامة مثلا ولا حاجة، لا ده مستوى جسمه يعني كويس وقوته يا لهوي على الصاروخ، وايه بالرجل العكسية بوم. يا ولد يا ولد يا ولد يا قوي يا جدعان. شوف 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 القوة، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. كله يقول ما شاء الله يا جدعان. اهي بقى الحتة بقى كلامك عليها بقى، حتة ان هو ياخده على الثابتة الناحية التانية دي. يا ولد ايه ده شاط اللاعب بالحارس بكله. يا سلام يا سلام على الروقان، يا سلام على الروقان والعقل. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. حلوة يا لعيب، ده لما كان بيلعب مع مع الفريق بس الفئات السنية المختلفة، يعني الفئات السنية اللي تحت يعني. يا ولد يا ولد على التحرك. واحدة جون بقى ولا ايه؟ بوم، يا نهار ابيض. هي الكرة فاتت دخلت ولا لا؟ الكرة فاتت دخلت؟ الكرة فاتت دي لو دخلت يبقى جون عالمي، بس ما اعتقدش انها دخلت. لا مش دي اللي جاية بقى. ايوه اللي جاية دي، بص دخلت ولا ايه؟ لا بره بره، بس حلوة قوي، حلوة قوي 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 كمان. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، على طول من غير ما ابص صاروخ بوم. يا ولد. لا لا، اللاعب ده مكسب كبير قوي 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 المنتخب الجزائري السنين اللي جايه. بس يا جدعان لو وصلت معانا لحد هنا، لا انت رايح فين؟ تعال تعال، لازم اجيب لك لقطه ولا اتنين كده مع منتخب الجزائر، ما ينفعش يكون لاعب عربي زينا ونعدي كده نجيب له فيديو اجنبي بس. تعال يا قلبي، لعب مع الجزائر قدام موزمبيق، تعال نشوف عمل ايه. طبعا بقى قلنا نجيب كام لقطه كده قدام موزمبيق. هو لعب مع كذا مره قبل كده، لعب قدام توجو، ولعب كذا قدام كذا منتخب، بس ما كانش بيشارك قوي. يعني ساعات بيشارك ثانيتين، ساعات ما بيشاركش خالص، بس بيكون موجود في القائمه يعني. لكن قدام موزمبيق شارك وبيلبس رقم 22 مع المنتخب، يبقى كده بيلبس رقم 10 مع الفريق و22 مع المنتخب. وهو ده يا جدعان، بص عامل ازاي، يا ولد يا ولد يا ولد بوم. لو كانت جاب جول يبقى جول عالمي ده. الماتش ده طبعا احنا عارفين ان هو خلص 5-1 خماسية بهاتريك العالمي عمورة. حلوة يا ولد، حلوة دي، جندي ولا ايه؟ حلوة يا ولد. يا جدعان قوي، ده بيبص بيشيل فريقه، يعني بيشيل قصد المدافعين يا ربي. يا سلام على الاستلام، حلوة حلوة حلوة. هي اللقطات دي انا عارف انها قليلة قوي، بس هو حرفيا ما بيشاركش مع منتخب كتير يعني عشان لسه صغير وكده، لكن ده المستقبل بتاع المنتخب. بص شوف القوة، شوف القوة والتحرك، لكن ده مستقبل المنتخب. انا عارف بقول لكم ايه. اديله بقى اديله بقى اديله، حركه بقى، ايوه كده. شوف هيعمل ايه بقى، شوف هيعمل ايه. حلوه حلوه التفكير، حلوه لو عدت جول، حلوه. بس يا جدعان، ولو وصلتوا معانا لحد هنا ما تنساش تعملوا لايك للفيديو، اشتراك في القناه، وتفعل زر الجرس عشان يوصلكم فيديو جديده. واهم حاجه شير 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 عشان الفيديو ينتشر في كل مكان. ما تنساش بقى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام. واهم حاجه تدعي لاخواتنا في غزه. مع السلامه.